فيلمنا النهارده اسمه زول، وبتدور أحداث الفيلم في العراق سنة 2007. واللي قدامنا ده جندي أمريكي اسمه ماسيوس ومع صديقه آيز، وبيكونوا بيراقبوا المكان ده اللي اتقتل فيه جنود أمريكان وعمال في خط الغاز في العراق، وبيكونوا قاعدين ماسكين القناصات ومستنيين أي حد يظهر من اللي قتل الناس دول. وطبعا اللي راسه هتظهر هيعملوا على حفلة كبيرة جدا. وماسيوس بيكون متضايق جدا لأنهم قاعدين هنا بقالهم فترة طويلة، وبيقول لآيز هو احنا هنا بقالنا قد إيه؟ وبيرد عليه وهو متضايق هو كمان وبيقول له بقالنا 20 ساعة، وبقول له ان اللي ماتوا هناك دول عددهم 8 وكلهم ماتوا خلال 30 ثانية بس، واكيد اللي عمل كده يبقى قناص عراقي محترف جدا. لكن ماسيوس بيكون متضايق جدا من اللي حصل ده، وبيقول له انا هروح هناك واجيب جهاز اللاسلكي من الجندي اللي مات ده ونتصل بمركز المساعدة ونمشي من هنا. وماسيوس بيقوم ويقف ويلبس النضارة بتاعته عشان يروح عنده ويجيب جهاز الارسال ويطلب المساعدة. لكن ايز بيقول له انا لو مكانك مش هعمل كده. وبيروح ماسيوس وبيكون ايز ماسك المنظار وبيعمل كفر عليه من عنده، ولما بيوصل بيلاقي كل الجنود اللي ماتت مضروبين في دماغهم. وماسيوس بيقول لايز ان اللي عمل كده ده قناص عراقي محترف جدا، وايز بيقول له تعالى هنا بسرعه عشان ما تنامش جنبهم. وفجاه المنظار بتاعه بيجي عليه غبار والرؤيه بتكون مش واضحه، وايز بيقوم عشان ينضفه، وماسيوس بيبقى واقف خايف من شكل الناس اللي ماتت ومضروبه في دماغها بكل دقه. وفجاه ماسيوس بيتضرب طلقه في رجله، وايز بيبص عليه بيلاقيه وقع على الارض ومبيعرفش الطلقه دي جت منين. وبيقوم ايز ويلبس نص البطيخه بتاعته وبياخد السلاح وبيجري على ماسيوس وبيعمل فيها ناصح وبيجري على شكل حرف زد علشان القناص العراقي ما يجيبوش يعني. لكن القناص البطل بيكون شايفه ومراقبه كويس قوي، واول ما بيوصل عند ماسيوس ما بياخدش طلقه واحده بس، لا ده بياخد 3، واحده في رجله وواحده في جهاز اللاسلكي وواحده في قربة الماء اللي معاه، وبيقع على الارض زي الخروف. لكنه بيقوم وينط ورا السور ده وبيقعد ينهج ويتألم من اللي حصل معاه من البطل العراقي اللي روق عليهم، وبيبص على ركبته وبتكون الطلقه خلتها ما تنفعش تاني. وبيمسك السلاح وبيبص على ماسيوس، لكن ماسيوس بيبقى راقد زي الخروف وعمال يتألم من الطلقه اللي خدها. وايز بيقول له استخدم صدارة النزيف علشان النزيف يقف، لكن ماسيوس بيكون راقد على الارض لا حول له ولا قوه. وبيكلم ايز وبيقول له انا عايزك تساعدني، لكن ايز بيقول له سامحني يا صاحبي، انا لو رفعت دماغي القناص هيجيبني ولا هنفعك ولا هنفع نفسي. وبيطلع الصدادة بتاعته وبيربط بها رجله وبيكتب عليها ساعة الإصابة، وبيحاول يستخدم جهاز الإرسال بتاعه عشان يطلب المساعدة، لكن الجهاز بيكون متعطل من الطلقة اللي جت فيه. وماسيوس بيقول له إن قدامه فرصة يضرب بها القناص العراقي، لكن آيز بيقول له ما تعملش كده عشان لو اتحركت هيقتلك على طول. وماسيوس بيقول له آيز احسب لي مسافة الصوت اللي اتضرب منه الطلقة عشان من خلالها هيقدر يعرف المسافة ما بينه وما بين القناص. وآيز بيروح يفتح فتحة في السور وبيحاول يحط المنظار فيها، لكن الطوب بيقع على ايده وبيعمل له واوا، لكن بينجح بيحطه فيها المنظار. وبيقول لماسيوس انه كده كشف المكان كله، لكن ماسيوس بيكون تولاه الله وما بيردش عليه. لكن ايز بيجيب سكينه وبيطلع الطلقه اللي في رجله وبيقعد يصرخ من شده الالم، وبيجيب شاش ووط وبيربط بها رجله، لكنه بيغمى عليه وبيصحى على حد بيكلمه في السماعه، وبيحط السماعه في ودنه وبيقول للي بيكلمه ان هم اتضرب عليهم نار ومحتاجين مساعده. لكن الشخص ده بيرد عليه وبيقول له انا محتاجك تعرفنا هويتك بالظبط علشان اقدر اساعدك. فايز بيقول له اسمه والمكان اللي هو فيه، وبيمسك الرصاصه اللي طلعها من رجله وبيقول له انها بتاعت قناص محترف جدا. والشخص اللي بيكلمه بيقول له انا عايزك تحدد لي مكانك بالظبط بانك تضرب طلقه في الهواء. وبيجي يضرب الطلقه فعلا، لكن بيتراجع في اخر ثانيه وبيقول للشخص اللي بيكلمه انت مش امريكي وانا مش مطمن. وبيرد عليه بيقول له جدع يا ده ايز، طلعت اذكى اخوات. وبيطلع اللي بيكلمه هو القناص العراقي البطل اللي عمل عليهم الحفله دي كلها لوحده. ولما ايز بيتاكد من كده بتجيله حاله هستيريه وبيتجنن، بيمسك اللاسلكي وبيحاول يطلب المساعده لكن بيكون الجهاز بايظ ومش شغال. وبيرجع يكلم القناص العراقي تاني وبيساله لو كان عاوز منه حاجه، وبيقول له انه مجرد جندي صغير في الجيش الامريكي ومش هتعرف تاخد منه اي معلومات. لكن القناص بيقول له انه مش محتاج منه اي معلومات، انا بس عاوز اتكلم معاك شويه واعرف انت مين. في الوقت ده ايز بيشوفها فرصه وبيحاول يستدرجه في الكلام عشان يحدد مكانه بالظبط. وايز بيقول له انا مش هقول اي حاجه غير لما انت تقول الاول. والبطل العراقي بيقول له انا ما عنديش اي حاجه اقولها لك، انا مجرد عراقي بسيط بحط على اللي زيك. وبيبدا ايز يعمل حسابات على الارض عشان يعرف المسافه ما بينه وما بين العراقي ده. وبيرجع يكلم العراقي تاني وبيقول له ان الناس اللي انت قتلتهم ملهمش اي ذنب لانهم بيبنوا الاقتصاد بتاعهم. العراقي بيقول له بتبنوا الاقتصاد بتاعنا بعد ما دمرتوا بلدنا؟ وايز بيقول له ان الحرب انتهت. وبيرد عليه العراقي وبيقول له طالما الحرب انتهت انت هنا بتعمل ايه؟ الحرب لسه ما انتهتش. وايز بيبص بيلاقي الجندي ده واقع وجهاز اللاسلكي بتاعه موجود جنبه، وبيروح على حرف الجدار وبيحاول يتكلم مع العراقي ويشتته عشان يروح يجيب الجهاز ده ويرجع.
لكنه ما يعرفش ان القناص شايف الحيطه اللي مستخبي وراها وعارف مكانه كويس وشايف ماسيوس كمان. وايس بيطلع قارورة المية عشان يشرب لكنها بتكون فاضية، وبيبص عليها من الناحية التانية بيلاقيها مخرومة من الرصاص اللي ضربها القناص. والعراقي بيكلمه بيقول له انا عارفك كويس بأمارة قارورة المية اللي مخرومة وجهاز اللاسلكي اللي بايظ والرصاصة اللي في رجلك. وبيقول له انا اللي قاصد اعمل فيك ده كله عشان هيجي عليك الليل وهتموت من كتر النزيف اللي في رجلك والعطش. وايس بيمسك السلاح بتاعه وبيرجع مكانه تاني زي الفار، وبيبص في المنظار عشان عاوز يعرف مكان الشبح اللي بيطارده، وبيبص على الشباك ده وبيبص على كوم الزبالة ده كمان، وبيقول لنفسه هو اكيد في حاجة من الاتنين دول. وبينام ايز على الارض وبيغطي وشه من اشعة الشمس. العراقي بيقول له انا بعد ما هقتلك هقطع جلدك واعمل فيك اللي ما يتعملش. وايز بيقول له يا عم اقتلني وريحني، وبيقوم وبيقلع السترة بتاعته وبيحطها على السلاح وفوقها الخوذة. قال يعني بيعمل حيلة عشان القناص يضرب عليها وهو يحدد مكانه من تحت، لكن القناص بيكون شايفه والخوذة بتقع، وبيفضل القناص يضحك عليه. وايز بتجيله حالة يأس وبيمسك المسدس وبيكون عاوز يضرب نفسه بالنار، لكنه بيرجع في كلامه تاني وبيرمي المسدس وبيفضل يعيط ومش عارف يعمل ايه. وفي الوقت ده بتيجي رياح وبتخلي الجو كله غبار، وبيقوم ايز عند حرف الجدار وبيشوف اللاسلكي وبيجري عليه عشان يجيبه، لكن القناص العراقي بيكون شايفه وما بيرضاش يقتله لكن عاوز يتسلى بيه شويه. وبيروح ايز وياخد اللاسلكي ويرجع بيه، والقناص بيكون شايفه وبيضرب عليه نار، لكن الطلقه بتيجي في الجدار. وبيجري ايز عشان يستخبى، وبيلاقي ميه في الشنطه اللي جابها مع اللاسلكي، وبيلاقي كمان اكل. وبيجي يشغل اللاسلكي لكن بيلاقيه مش شغال، وبيبص على المنظار اللي معاه لكن بيلاقيه اتكسر. وهو بيكلم القناص العراقي بيلاقي صوت تاني بيكلمه، وده بيكون الجندي ماسيوس اللي بيكون لسه عايش. وماسيوس ما بيكونش عاوز يتحرك من مكانه لان اي حركه معناها موته. وبيجيب المرايه الصغيره دي وبيعكس بها الدور على ايز وبيفرح انه لسه عايش. وايز بيقول له انه عرف يحدد مكان القناص العراقي وهو دلوقتي موجود في كوم الزباله. وماسيوس بيمد ايده عشان يجيب السلاح بتاعه في الوقت اللي ايز بيشتت فيه القناص بالكلام عشان يشغله عن ماسيوس، لكن القناص العراقي بيكون شايف كل حاجه بتحصل قدامه. وبينجح ماسيوس انه يوصل للبندقيه، وايز بيقول له ما تتحركش خالص لان اي حركه فيها موت. وايز بيشتت القناص العراقي وبيمسك البندقيه وبيضرب نار في الهواء. في الوقت ده ماسيوس بيمسك البندقيه بتاعته وبيضرب على كوم الزباله اللي فيه القناص العراقي، لكن القناص بيديله واحده في كتفه، وساعتها ايز بيعملها على نفسه. وماسيوس بيمسك البندقيه وبيزحف عشان يوصل لايز، لكن بياخد طلقه وبيقابل وجه كريم. وبيروح ايز عشان يتكلم في الجهاز لكنه بيفشل زي كل مره، وبيحاول يجيب قطعه من الجهاز اللاسلكي التاني ويركبها عنده، وفعلا بيسمع اشاره من مركز المساعده ولسه هيكلمهم، لكن القناص العراقي بيقطع عنه الارسال وبيعمل حاجه خلت ايز هيتجنن. القناص العراقي بيكلم مركز المساعده على انه ايز وبيخدعهم وبيقول لهم ان الوضع عنده تمام جدا لكنه محتاجهم يجوا ياخدوه. مركز المساعده بيقول له انه قدامنا 80 دقيقه بالظبط وهنكون عنده. وايز هنا بيفقد الامل وبيغمى عليه، وبيصحى بسبب الغراب ده اللي واقف على الجرح بتاعه. وبيمسك الخشب ده وبيربطهم في حبل وبيحاول يشد البندقيه بتاعه ماسيوس لان الذخيره اللي معاه خلصت. وبيجيب القناصه وبيثبتها، وفي الوقت ده بيكون الطيران الامريكي وصل عشان ياخده، لكنه بيقوم ويوقع الجدار وبيعمل غبار كتير قوي، وبسبب القناص العراقي ما بيكونش شايف حاجه، وبيضرب على القناص وبيفكر انه كده قتله. وبينزلوا من الطياره وبيحطوه فيها وبيتحركوا، لكن القناص العراقي بيقتل جندي منهم وبيقتل التاني وبيوقع الطياره وبيخلص عليهم كلهم. وبكده يكون فيلمنا خلص، ويا رب يكون الفيلم عجبكم، ويا ريت تشرفونا بالاشتراك في القناه وما تنسوش اللايك الجميل، وكل سنه وانتم طيبين. سلام.